يا هلا ومرحبا فيكن. بهالشوبات ما في شي بيبورد على القلب غير البوظة، وكلياتنا بدنا طرق تكون سهلة وسريعة للبوظة. جبتلكن هالطريقة بتشهي وسهلة وسريعة، أسرع من هيك بوظة ما ضل فيه. شوفوا القوام ما شاء الله بشهي. تعالوا معي نحضرها. لتحضير البوظة رح استخدم محضرة الطعام. عندي هون 3 حبات من الموز مقشرين ومقطعين لقطع صغيرة ومفرزتهم بالفريزر. حطيتهم بكيس نايلون ودخلتهم على الفريزر لحتى جمدوا. وعندي هون فريز مغسلته وشايلة منه الورق الأخضر، وكمان حطيته بعلبة وبالفريزر. بضيفه على الموز الكميات تقديرية، 3 حبات موز وضفت عليهم فريز. هلأ لهون هدول المكونين بيكفوا، بس الفريز اللي عندي مانو حلو ففيه حموضة، ضفت له حليب مكثف محلى. فيكن تستغنوا عنه اختياري، إذا حبيتوا طعمة الحلاوة تكون ظاهرة فضيفوا حليب مكثف محلى، وإذا ما حبيتوا تكون ظاهرة اكتفوا بالموز والفريز. بتطلع معكم بوظة صحية بدون سكر بدون أي إضافات تانية. لكن أنا ضفت الحليب المكثف المحلى مشان الحلاوة، لأنه الفريز عندي حامض شوي. هلأ بطحنن بمحضرة الطعام، وديروا بالكم على محضرة الطعام شوي شوي لحتى ما تحترق معكم. يعني أنا كان على نكشة رح تحترق، كنت أطحن ووقف ريحها شوي، بعدين أطحن وارجع وقفها شوي حتى ما تحمى وتحترق. بقلبها هيك بالسباتيولا لحتى إذا في كمان ضل في قطع من الفريز والموز ما انطحنوا لحتى يرجعوا ينطحنوا. هلا أنا ما طحنتها على الأخير، يعني ما صارت ناعمة كتير كتير، ضل فيها هيك قطع صغيرة من الفريز وقطع صغيرة من الموز. كتير كانت طيبة بوقت الأكل. هيك عندي صارت تمام وجاهزة. شوفوا ما شاء الله حتى فيها مطة، يعني كأنها مثل البوظة العربية. بتتقدم فورا، ما في داعي انكم تستنوا عليها او ترجعوا تدخلوها على الفريزر، بتقدموها فورا. طعمتها كتير كتير طيبة، كتير طيبة. رغم اني حطيت حليب مكثف محلى لكن لسه في طعم حموضة الفريز. بس كتير طيبة، يعني بتحسوا بطعمة الفواكه، لا صبغات ولا منكهات. إذا بدكم تحتفظوا فيها بالفريزر عبوها بعلبة وغطوها كتير منيح، تكونوا علبة محكمة الإغلاق، وتركوها بالفريزر ايمت ما حبيتوا بتاكلوا منها. أنا هون قدمتها فورا إلي وللولاد، كتير حبوها كتير. مثل ما قلت لكم الحليب المكثف المحلى اختياري، فيكم تستغنوا عنه. يعني بمكونين بس وب5 دقايق بس بتحضروا أطيب بوظة بهالشوبات، ولا تعدوا تستنوا عليها، يعني تستنوا عليها وقت طويل بالفريزر. وما شاء الله قوامها كتير رائع، يعني هيك عم تمط كأنه فيها سحلب. الطعمة كانت كتير كتير طيبة، لازم تجربوها. إذا جربتوها وحبيتوها بعتولي تطبيقاتكم على حساب الانستغرام، بتلاقوا الرابط بصندوق الوصف. ولا تنسوني من اللايكات، وإذا كنتوا أول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة لما بنزلها. أنا ريهام، وشكرا كتير لمتابعتكم.